كبرت زي أي بنت في سني. كان عندي 22 سنة. حياتي طبيعية جدا لحد اليوم اللي اتقلب فيه كل شيء. يوم عيد ميلادي، اليوم اللي جدتي قررت تجيب لي فيه هدية، والهدية دي ما كانتش مجرد لعبة، دي كانت لعنة. جدتي ست غامضة، دايما نظراتها فيها سر، صوتها ساعات بيخوفني من غير سبب. دخلت عندي في البيت وهي شايلة صندوق كبير خشب وشكله غريب وقديم، لونه غامق وريحته معفنة، كأنه متخزن في مقبرة مش في بيت. حطيته قدامي وقالت لي: الهدية دي ليك يا ملك، استنيت كتير عشان اخليها لك، خلي بالك منها، دي مش لأي حد. ايدي كانت بترتعش وانا بفتح الصندوق. وقتها شفتها لأول مرة، العروسة أنابيل. العروسة كانت كبيرة بشكل مريب، أكبر من أي لعبة شفتها في حياتي. شعرها أسود متشابك زي خيوط محروقة، وبشرتها باهتة كأنها جلد بني آدمين، وعيونها سودا وواسعة وكأنها آبار مظلمة. بس اللي خلاني أتجمد مش حجمها، الابتسامة. ابتسامة صغيرة مش بريئة، وابتسامة مليانة سخرية وشر. ابتسامة بتقول: أنا مش لعبة، أنا جن. ضحكت بخوف وقلت: إيه يا تيتا، شكلها يخض. جدتي بصتلي بنظرة تقيلة وقالت: هي مش بتخض يا ملك، هي بتحب اللي بيهتم بيها، خلي بالك منها. كلامها كان غريب، لكن حاولت اعتبره صار. خدت العروسة ودخلت بيها اوضتي، حطيتها على الكرسي اللي جنب السرير، وقلت لنفسي انها مجرد لعبة قديمة. بس من اول ليلة فهمت انها مش كده. الساعة 3 الفجر صحيت فجأة في صوت خبط خفيف جاي من الركن. اول ما فتحت عيني لقيت الكرسي فاضي، قلبي وقع. بصيت حواليا ولقيتها واقفة عند باب الشباك، واقفة على رجليها كأنها شخص حي، وعيونها السودة متثبتة عليا. اتجمدت مكاني، ولما قمت بسرعة ونورت النور لقيتها رجعت مكانها على الكرسي كأنها عمرها ما اتحركت. اليوم اللي بعده حاولت أقنع نفسي إنه حلم، لكن بالليل نفس الحاجة حصلت. المرة دي صحيت على صوت ضحكة صغيرة زي ضحكة طفلة. العروسة مش على الكرسي، كانت قاعدة على الأرض. ومن هنا بدأت الكوابيس. كل ليلة كنت بشوف نفسي في أوضة مظلمة، العروسة قاعدة في النص وعينيها بتلمع، وكل مرة أقرب منها صوت الطفلة بيهمس في ودني: ملك ملك انت ليا مش هتهربي. وبصحى الاقي خدوش على جسمي. مرة لقيت كلمة مكتوبة على دراعي بالدم: ملكي. الأوضة بقت مسكونة، والمرايات بدأت تتشرخ لوحدها. لما ببص في أي مراية بشوف نفسي بس في الخلفية في ظل بيقف ورايا وشبه العروسة. صحابي لما بيجولي بيقولولي إن هما بيسمعوا خطوات صغيرة في الممر بالليل. واحدة فيهم صرخت وقالت لي إنها شافت العروسة بتتحرك بالليل ببطء في الممر. رحت لجدتي أصرخ وأقول لها: في حاجة غلط، العروسة دي ملعونة، بتعمل حاجات مرعبة. جدتي بصت لي ببرود وقالت لي: هي مش ملعونة، هي روح محتاجة بيت، انتي بقيتي بيتها يا ملك، دلوقتي هي اختارت. الكلام وقع عليا زي الرصاص، يعني هي مش مجرد لعبة، دي روح. قررت اتخلص منها. في نص الليل اخدتها ورميتها في البحر، ووقفت ابص لها وهي بتغرق، وكنت متأكدة ان الكابوس خلص. لكن الصبح صحيت لقيتها قاعدة جنبي على السرير، شعرها مبلول مية البحر، وعيونها مبتسمة ابتسامة اكبر من اي مرة. بعدها ما عدتش ملك، العروسة بقت معايا في كل لحظة، بسمع انفاسها ورايا،
وانا بصحى الأوضة فاضية، بسمع صوت خطوات صغيرة بالليل. ساعات وانا ببص في المراية بشوف عيني سودا زي عينيها. جدتي جت في يوم واعترفت لي، قالت لي دي مش مجرد لعبة، دي روح بنتي اللي ماتت زمان، انا حطيتها فيها عشان تفضل معايا، لكن دلوقتي هي اختارتك. مبروك يا ملك، انت بقيتي امها الجديدة. انا دلوقتي مش عارفة انا مين، ساعات بحس اني لسه ملك، وساعات بحس اني بقيت هي. ابتسامتي بقت شبهها، وكل يوم بصحى الاقي نفسي في مكان مختلف، وفي ايدي دم مش عارفة اصله منين. ولو انتي بتقري حكايتي دي خدي كلامي تحذير، ما تقبليش اي عروسة قديمة خصوصا من جدتك، ما تحاوليش تلمسيها او تبصي في عينيها، لان اللحظة هي اللي هتعمل كده، مش هتكون انتي بعد النهاردة. والقصة دي حقيقية، فهل تصدق ام لا تصدق؟ وطبعا ما تنسونيش في اللايك والسبسكرايب في القناة، ويا ريت تدعموني بتعليق كويس.